20 يوم والله العظيم أنا ومدامتي عايشين على الزعتر، زعتر وزيت، زيت أبيض، فطور وغدا وعشاء. فواكه ما بنعرفها من سنين. ما كرست حالي كل هالسنين هي لحتى أوصل لدرجة إني أقعد بالبيت ملحوش مثل كأي كنباية أو ترابيزة. نعم. كنت متوقع بحياتك أنك توصل لهي المرحلة؟ بآخر عمره بده يموت بقى شحات. معقول هالحكي؟ أنا بس بدي نوه، أنت عندك مشكلة بالسمع، صحيح؟ أي والله. هي شو المشكلة؟ ما بينعمل لها عملية؟ لا ما بنعمل عملية. هي أولا عندي نقص ثروي بالدماغ وبالقلب إيه. بعد التحاليل، يعني صدق معنا كأنه صوت طيارة شغالة ليل نهار، بالإضافة إلى كمان على يعني على شانل تاني بصير معي كأنه فرقة موسيقية عم تغني وتنشد وناس معه، يعني كورس ليل نهار هي شغاله ما بتوقف ابدا. يعني بتمنى انه يعملوا بريك بس، وقفوا تغدوا وتعشوا وساووا شيء. ما بيوقفوا. سلامتك. الله يسلمك طيب، معك. ما حاولت تحط لها سماعة مثلا؟ تحط سماعة؟ والله طبعا وقت عملت تخطيط سمعي إيه. إيه، قال لي دكتور، قال لي بدك سماعات وكتب لي عليها. إيه. سألت كثير شركات، شيء مو المعقول، يعني 700 800 ألف تقريبا حق أسعار. السماعة، وبعدين كل جمعتين ثلاثة بدك تحط لها بطارية حقها 8000 10000 ليرة. ايه. كيف مستمر حاليا؟ على شو معتمد؟ طبعا راتبي وراتب النقابة التقاعدي اللي هو 50000 حاليا. كان أقل من هيك، كان من زمان 12000 أول ما بلشنا. بس الحقيقة يعني ما بخفيك، كنت عم بتدين وشو اسمه، وصلت معي الأمور لحتى وصلنا لدرجة يعني ما عاد فينا نتدين لأنه كثرت الديون. بعت سيارتي. أنا صار لي هلا 62 سنة صار لي أنا بالعمل الفني. بعد 62 سنة هذا جزائي، إني أنا كل اللي قدمته بحياتي، يا ما اشتغلنا ببلاش يا ما اشتغلنا بفرنجات، بآخر عمره بده يموت بقى شحات. معقول هالحكي؟ أنا بزماني من شي 4 5 سنين كتبت بصفحتي على الفيسبوك إنه راتبي التقاعدي 25000. رحت لاشتري كيلو لحمه، كان كيلو اللحمه ب 15 نط له 25. قلت طب كيف بدنا نحل هي الطلاسم، هي القصه هي كيف بدك تحلها؟ هي ما في، يعني ما في انه راتب تقاعد حق كيلو لحمه. إيه، وشو بده يعيش الفنان بطول عمره بقيه الشهر كله؟ حق ايش؟ اذا حق البيضه اليوم صار 900 ليره، شو بدك تجيب؟ كيلو البنة 50000، كيلو اللحمه 50. يعني هذا الغلاء اللي عم يصير شيء ما يعني غير متوقع. يعني 20 يوم والله العظيم أنا ومدامتي عايشين على الزعتر، يعني فطور زعتر وزيت، زيت أبيض مش زيت بلدي، فطور وغدا وعشاء. إيه يعني ضاقت كثير حالي. قلت بعدين لا بيع السيارة، بلاها. يعني احنا بدنا نعيش كمان، يعني مرة بدنا نظلمها ونظلم حالنا. فالحمد لله هلا حليتها مبدئيا، يعني حليت بهالشكل. والله يعني بخجل اقولها والله. شو؟ فواكه ما بنعرفها من سنين ابدا. لحم عجاج، الغنم لغيناه بتعرف. وحتى البقر كمان صار سعره قريب. الغنم 30 35 ألف كيلو العجل. يعني عم ناخذ الدجاج، حتى الدجاج كمان غالي، صار 20 25 ألف الكيلو. ماشي حالنا الحمد لله. بس مستورة. يعني هذا الشيء معاناة كبيرة كل يوم. انت كيف بدك تكمل حياتك هيك؟ يعني قد ما جبت مصاري عم يروحوا بعملة هيك. شو بنعمل؟ آه، أنت عندك شابين وأربع بنات؟ 4 بنات. وكم حفيد؟ عندي شي 35 ما حفيد. شاء الله. ما شاء الله. أحفادي عندهم 12 ولد صار. ما شاء الله. أحفادي ما شاء الله. هول طيب، عاتلتك. ممكن حدا هلا يكون عم بيتابع يقول طيب ليش ما يعني
كمان هن وضعهم صعب يعني؟ الحمد لله وضعهم ماشي حالهم، بس ثلاثة أربعة منهم راحت بيوتهم. يعني عندي الكبير هيثم عمره 60 سنة هلا، راح بيته بحرسته. مم. عندي بنت متجوزة طبعا وعندها بنتين، راح بيتها بالمعظمية. مم. عندي بنت بيتها بالمخيم، راح كمان بيتها هي واولادها وجوزها، قاعدين بمستودع بأفر رازي، مستودع صار لهم 10 سنين قاعدين فيه، ما بإمكانهم يستأجروا يعني. عندي ابني الكبير مستأجر بدمر 150 ألف بالشهر، هو كل راتبه 100 ألف. كنت نعم. متوقع بحياتك أنك توصل لهي المرحلة؟ لا والله ما كنت متوقع نوصل لهالمرحلة، ما كنت متوقع هيك يعني، انه ممكن يخف الشغل، بس مو لهالدرجة يعني. حتى ما حدا من المخرجين اليوم الجدد كلهم اللي طالعين ما بيعرفونا، حتى متجاهليننا، مو بس ما بيعرفونا يعني. طبعا بيعرفونا لانه هن وقت كانوا صغار كانوا يتابعوا مراي، وكنا كانوا يحكوا معنا وبنعرفهم كلهم، بس هن تجاهلوا هلا يعني. ما حدا، ما في شركه من الشركات هلا اتصلت فيه وانه والله تعال خذ هالدور. انا من باب الحاره لحد هلا ما اشتغلت كممثل ابدا. شو أصعب يوم مر عليك بحياتك؟ وقت بكي ابني، واحد رفع دعوة على ابني وحجز له السيارة. اجت شرطة المرور حجزت السيارة، عنده ابني سيارة هونداي، حجزت السيارة، مزور شك 32 مليون ليرة على ابني، على ابني موقع له. ابني ما عنده خبر للقصة هي كلها لعبة يعني مزورة. فوقت حجزت السيارة قاعد أنا وابني عم له شو أبي، قام صار يبكي. قلت له بابا سيارتي كانت عندي يعني، سيارتي بتجيب هالمبلغ هلا، بكره ببيع لك اياها وبعطيك اياها ولا تزعل. احترق قلبي عليه، انا ابني مو صغير، كبير، متجوز وعنده 3 اولاد. هذا كان بالنسبه لي اصعب يوم بحياتي، لقيت ابني عم يبكي. اهناني، قلت له بكره ببيعك سياره وبعطيك هالمصاري. الحمد لله رب العالمين، ظهر الحق. عملنا اللي عملناه والناس ساعدونا كثير، خاصه الامن الجنائي. والله ثاني يوم كمشهور لهذا الزلمه، واجا اعترف. الحمد لله نفذنا من القصه ورجعت السياره لابني. الحمد لله.